من غير بيض ومن غير فرن، وهنعمل احلى كيكه شوكولاته غرقانه في الشوكولاته وغرقانه في صوص الشوكولاته من غير اي شوكولاته. سهله وبسيطه جدا، ولا هتشغلي فرن ولا خلاط ولا مضرب ولا اي حاجه. كيكه الكسلانين، الكيكه السهله كده اللي طعمها يجنن. اعمليها وفرحي بيها البيت كله. بجد يا جماعه لو ما جربتوش الكيكه دي فايتكم كتير. النهارده هنعمل الليزي كيك بشكل حلو جدا وبطريقه لذيذه قوي كمان. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله. ندخل نشوف الطريقه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه جهزت حله، وفي الحله دي هنزل بنص كوبايه من السكر، وعليها نص كوبايه من الكاكاو الخام، وكمان كوبايه وربع كده من الحليب. والكوبايه وربع دول هنزل بيهم كده على 3 مرات. هنزل بشويه شويه كده وهقلب السكر مع الكاكاو. الصوص ده يا جماعه تحفه، ناجح جدا، وبيبقى طعمه حلو جدا كمان. نزلت كده بكوبايه وربع من الحليب على نص كوبايه من السكر ونص كوبايه من الكاكاو الخام. قلبتهم كويس جدا على البارد لغايه ما تكتلات الكاكاو تفك معايا، وبعد كده رفعتهم على النار. هبدا اقلب فيهم كده طبعا، والنار تكون متوسطه. اول ما الصوص ده يخش في مرحله الغليان بنزل عليه كده بكيس من الفانيليا او ظرف من الفانيليا الباودر، وكمان معلقه صغيره من الزبده. بصوا هو خلاص داخل في مرحلة الغليان. نزلت كده بكيس صغير من الفانيليا، وكمان معلقة صغيرة او مكعب صغير كده من الزبدة. هقلبه كويس جدا. بصوا لونه وقوامه بيبقى تقيل كده وحلو جدا. قلبته كويس جدا وخلاص طفيت عليه. هسيبه بقى في المطبخ لغاية ما ياخد درجة حرارة المطبخ. يعني انا عايزاه بارد تماما، ما يكونش سخن خالص. يا دوبك كده 30 دقيقة بالظبط وكان برد معايا وبقى بدرجة حرارة المطبخ. جبت بقى بولة صغيرة كده وهبدأ أكسر فيها بسكوت، أي بسكوت سادة أنت تفضليه. هنا استخدمت البسكوت الأولكر، وبدأت إن أنا أكسره كده جوه الكيس. هو بيبقى طري جدا كده ورقيق خالص، يعني مش بيستحمل. يا دوبك بضغط عليه كده في الكيس بيتكسر معايا بسهولة. استخدمت 8 بواكي او 8 باكت من البسكوت اللي هو بالحجم ده. استخدمت هنا بسكوت أولكر، تقدري تستخدمي أي بسكوت تفضليه. بكسره كده وبنزل بيه في طبق خليط بالشكل ده. اي قطعه بتبقى كبيره شويه معايا ببدا اكسرها، يعني كل بسكوتيه كده بكسرها على 2 او على 3. استخدمت 8 باكت زي ما قلت لحضراتكم. بعد ما كسرت البسكوت كده هنزل عليه كده بنص كوبايه من السوداني. السوداني دوت محمص، ده سوداني حلويات، ما بيكونش مملح خالص، بيكون متحمص كده معايا، يعني بجيبه جاهز كده من عند العطار. بنزل بقى على البسكوت وعلى السوداني دوت بالصوص الشوكولاته اللي انا عملته، وهبدا اقلب كده صوص الشوكولاته مع البسكوت بالشكل ده بالراحه خالص. عشان كده بقول لكم لازم الصوص ده يكون بارد علشان البسكوت ما يتعجنش مني. جبت بقى قالب الانجليش كيك، تقدري تستخدمي اي صينيه عادي خالص. دهنتها كده دهنت القالب كده معلقه من الزيت. لو عندك كمان كيس من اكياس الحلواني تقدري تفرجيها كده في القالب، بس انا طبعا ما كانش عندي، علشان كده دهنت كده معلقه من الزيت علشان الكيكه دي تتقلب معايا بمنتهى السهوله. وهبدا كده انزل بالبسكوت بالشوكولاته واوزعه في قالب الانجليش كيك بالشكل ده. مش قادره اوصف لكم طعمه حلو قد ايه، وكمان شكله بيبقى خطير. معلقه كده دهنتها، يعني معلقه كده حطيت فيها نص معلقه كده من الزيت، ونزلت بيها كده على البسكوت علشان ابدا اضغط بيه. اضغط عليه كده بظهر المعلقه وما يلزقش في المعلقه. يعني يا دوبك كانت المعلقه دي فيها نصها زيت، يعني نص معلقه صغيره كده من الزيت، وبدهنها زيت كده علشان البسكوت ما يلزقش في المعلقه. دخلته بقى دخلت القالب دوت التلاجة لمدة ساعة أو ساعتين. وهعمل بقى قبل ما أبدأ أخرجه كده بربع ساعة هعمل صوص حلو جدا. جبت حلة ونزلت فيها كده بكوبايتين من الحليب، معلقتين من السكر، وكمان 3 معالق كبار من الكاكاو الخام. هنا استخدمت كاكاو دريم وهي حلوة قوي، وكمان معلقة من النشا ومعلقة من الدقيق. بيبقى الصوص ده يا جماعة حلو جدا لأي كيكة بالشوكولاتة انت حباها. الصوص ده بيبقى ناجح جدا، بيطلع معاكي كريمي كده وحلو قوي. هقلب كده الصوص على البارد وبعد كده هرفعه على النار. بنقلبه كده بالراحة، وأول ما يبدأ يتقل معايا بنزل بمعلقة كده أو مكعب صغير من الزبدة، وهقلب فيه كده لغاية ما الزبدة تدوب تماما أو تسيح مع الصوص. ودلوقتي بقى طلعت القالب بتاعي اللي هو اللي فيه الليزي كيك اللي انا عملتها. بصوا يا جماعه ببدا اسلكها كده من الحروف،
طبعا لو في كيس تلاجة مش هحتاج ان انا اسلك ولا اي حاجة، هتطلع معايا بالكيس في منتهى السهولة. انا بقى بسلكها كده وخبطت خبطتين علشان تنزل معايا بالشكل ده. مظبوطة جدا وحلوة قوي. بصوا بقى الشكل خطير ازاي. وده الصوص اللي انا عملته، كان يا دوبك كده كان دافي. هنزل كده بالصوص على الليزي كيك بالشكل ده. غرقانه بقى بالصوص دوت، غرقيها لان الصوص ده بيبقى حلو جدا، طعمه خطير. غطيتها كده بالصوص اللي انا عملته بالشكل ده. بصوا بقى اللمعه والشكل تحفه يا جماعه. وحبيت ان انا ازينها فزينتها كده بالسوداني اللي عندي. ممكن تستخدمي اي نوع من انواع المكسرات، بس انا حبيت ان انا احط سوداني. بس بجد يا جماعه كان الميكس ده حلو قوي، السوداني مع الشوكولاته مع البسكوت، كان طعم يجنن. وكمان كان عندي كريز، حطيت كده كريز فوق الوش، كريز اخضر وكريز احمر. وبصوا بقى كان المنظر تحفه، كان المنظر كده شبه التورتايه، خطيره يا جماعه. ودلوقتي هقطعها على طول. وعايزه اقول لكم كمان اللي هي لما بتستنى في التلاجة ساعتين او تبات ليله كامله في التلاجة، بيبقى الصوص ده كمان مسك عليها وبيبقى طعمه يجنن. دلوقتي هنقطع خرطه. بصوا بقى بتبقى حلوه ازاي، خطيره وسهله وما خدتش مننا وقت نهائي، يعني يا دوبك كده ثواني وبتكون جاهزه معانا. بصوا شكلها بقى من جوه، قطع البسكوت مع الشوكولاته مع كمان الصوص، حاجه يا جماعه خطيره، تحفه بجد، طعمها يجنن، احلى من اي حاجه حلوه ممكن تشتريها من بره. جربوها يا حبايبي، سهله وبسيطه هتعجبكم جدا. الليزي كيك بطريقه سهله وبسيطه وطعمها حلو قوي، وبجد السوداني دوت فرق جدا في الطعم، اداها طعم لذيذ قوي. اتمنى يكون النهارده الفيديو والطريقه عجبتكم. ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير للفيديو عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد، وشير كمان كتير للاصدقاء عشان الكل يشوف الوصفه وينفذها. بصوا هنا كانت الكيكه قعدت حوالي ساعتين كده في التلاجة. بصوا شكلها حلو ازاي، خطيره. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.